لا في سبونر شكله تحت. اه والله في سبونر. والله نايس، في سبونر زومبي هنا. لا والله مش سبونر زومبي. قتله بسرعة قبل ما اوه. الله والله بضربة شالني. اوه ماي جاد. ازيكم يا جماعة الخير، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا يا جماعة الخير رجعت لكم الجزء الثاني لسلسلة كريزي كرافت او جنون كرافت بمعنى صح. المهم يا جماعة الخير، حابب اشكركم جدا جدا على الدعم في الحلقة الاولى. لاحظت ان اغلبكم متحمس، وشفت ناس كتير حاطة لايكات وكومنتاتكم العسل. شكرا جدا يا جماعة على الدعم في الحلقة الاولى، ده حفزني جدا اني اكمل الحلقة الثانية. المهم يا جماعة الخير، حاليا زي ما شايفين هتلاحظوا في حاجات كتيرة حصلت. هتلاقوا في بقى معايا ايرون، ومعايا بيكاكس دايموند وشافل وحاجات كده ودروع. طبعا يا جماعه يعني اللي ما اتفرجش على البث، رابط كقناه كيك تحت في الوصف. طبعا يا جماعه عملت بث مباشر تقريبا قبل يومين، لعبت فيه خلف الكواليس يعني، وجمعت حاجات وجولدن ابل، وحتى لقيت تقريبا جولدن ابل مطوره. نزلنا يعني استكشفنا شويه استراكشرات وشفنا شويه حاجات. فطبعا لو انت حابب ان انت تتفرج معانا، ولان طبعا يا جماعه ببث ان شاء الله ممكن بكره حاجه زي كده مره تانية نلعب خلف الكواليس. فلو حابين تتفرجوا معايا وانا بلعب وبستكشف يعني، او معنى صح نستكشف مع بعض ونشوف اللي بيحصل لي ايه، فرابط بث كليك تحت في الوصف. وبس يا جماعه انا متحمس جدا لان في حاجات كتيره النهارده هنعملها في الجزء ده، فمش عايز اطول المقدمه. فما تنسوش لايك واشتراك في المقطع. وبس يا جماعه جيبوا حاجه تاكلوها كده وروقوا على نفسكم. وبس مشاهده ممتعه للجميع. طبعا يا جماعه النهارده عندنا اكتر من هدف. تمام، اول هدف هنعمله فعلا اللي هو عاوزين نجيب اللي هي الطاولة دي. تمام، يعني هنروح النذر، احاول اني على قد ما اقدر ان اروح اجمع اللي هو اوبسيديان، وهنخش النذر لان يا جماعة طبعا محتاجين الجولستون. وطبعا جولستون مش موجود غير في النذر، فهنحاول ان احنا نخش النذر بس نجيب جولستون. طبعا مش هنروح قلعة ولا حاجة لان وضعي يعني نوعا ما مش قوي للقلعة، فاهمين؟ وبعدين يا جماعه هنعمل حاجه اللي هي نشوف في الكوستات اسمها فيليجر ايزي. طبعا اللي ما شافش البث، طبعا زي ما شايفين خطفت قرويين. انت هتستغربوا طبعا ازاي شايلهم كده. طبعا بشفت واروح رايح عليهم كده، اقدر اني اشيلهم معايا على طول. يعني خطفتهم يا جماعه لان يا جماعه هتشوفوا دلوقتي هوريكم ايه فايدتهم وليه انا تم الخطف كده بسهوله يعني، ومع انهم بني ادمين وانا خدتهم كعبيد نوعا ما. المهم يا جماعه شوفوا هنا، لما نخش هنا على الكويستس هتلاقوا في حاجه اسمها فيليجر ايزي. فيليجر ايزي ده زي ما شايفين ارحم بكتير من ان انا اعمل اي حاجه. شوف، اول حاجه عندك ايرون فارم، يعني يا جماعه مش هحتاج ايرون للابد. ممكن اعمل لي 2 ايرون فارم احطهم على جنب، خلاص يبقى شغال يطلع لي ايرون. يعني شفت ايرون فارم الكبيره اللي بتعملها دي، وتعمل حفره مش عارف 5. لا مش هحتاج، بس هو بلوكه واحده احط فيها المزرعه بتاعت الايرون فارم دي، هيبتدي يطلع لي فارم لا نهائي. عندك يا جماعه هنا الانكيوبيتر دي مثلا يا جماعه بتخلي مثلا القراوين اللي هم يطلعوا من البريدر، لان في بريدر اقدر اني احط قراوين مع بعض ويطلعوا اطفال، احطهم في الانكيوبيتر هيبقوا قراوين بالغين. في فارمر اقدر احط مزارعين، المزارعين برضك يعني ولا احتاج اني ازرع ولا احتاج اعمل حاجه، احط 3 4 مزارعين يزرعوا والامور زي الفل. حتى يا جماعه عندي تريدر هنا يا جماعه، ممكن اعمل كتب، ابيع كتب بسهوله والامور طيبه. وفي اهم حاجه يا جماعه الكونفرتر. طبعا يا جماعه الكونفرتر دي فكرتها ايه؟ ان انا اتوقع من اسمها واضح ان انا بحط قروي مع زومبي وبحوله لزومبي وبرجعه تاني لطبيعي، وبحطه بقى في التريدر وبيبيع لي الكتاب، اي نوع كتاب باميرالدا واحده. فطبعا يا جماعه زي ما شايفين القراوي مهمين جدا. طبعا بعمل لهم بقى مصنع وحاجات كده بظبطها ان شاء الله قدام. بس زي ما شايفين البيت ده طبعا يا جماعه لازم ابني بيت فخم ان شاء الله بعدين. بس حاليا احنا قاعدين هنا كنوعا ما بدايات. طبعا ممكن ابني البيت خلف كواليس، مش متاكد صراحه. ممكن يبني البيت دلوقتي يعني في مقطع من المقاطع، او يما يا جماعه مش دلوقتي عفوا، زي ما قلت مقطع من المقاطع، او يما في بث مباشر. فخلينا نبدا يا جماعه. احنا حاليا هدفنا ان شاء الله ان احنا نحاول على قد ما نقدر نجيب اللي هو نروح اللي هو النذر، ونعمل الطاوله بتاعه الترانزميشن. فاول هدف هنعمله دلوقتي طبعا القراوين، هحاول اعمل اللي هي البريدر بتاعه الايرون عشان ابقى خلاص مش محتاج ايرون، اللي هي زي ما شايفين بازاز وباكت لافا وستون. فهاخد معايا باكيتات، معايا ايرون تقريبا، يب معايا كم ايرون. خليني اعمل شويه باكيتات بيها. فهل انا جاهز تقريبا اني اروح كيفنج؟ انا اروح طبعا يا جماعه كيفنج بسيط بس عشان اجيب ريدستون، وفي نفس الوقت عشان اقدر اني اجيب لافا. الحب حلو. دي هلا. صح نسيت اقول لكم يعني الصوت ده من الطاقية دي. شوف كل ما شفت، شوف دي يلا.
الحقيني اشيلها بس عشان والله فجعتني دلوقتي يا جماعة. كويس والله يا جماعة، كأن البوابة جاهزة لي حرفيا. بوابة نذر هنا جنبي، اقدر اني اشغلها اتوقع، بس اشيل الكراينج اوبسيديان دي يا جماعة. اوه ماي جاد يا جماعة، والله يا جماعة احس انكم كأنكم قاعدين بتتكلموا من ورا، تقول لي انت يا خالد يا حبيبي في لافا في المكان. انا والله يا جماعة لسه منتبه ان في لافا عند بوابة النذر، صعب يكون دايما في لافا والله يا جماعة. يعني زي ما بتقولوا يا جماعة لسه صاحي من النوم من شوية، فاهمين يعني، والوضع صعب وبحاول اني اركز. اور لك اي حجة. بس لا يا جماعة هو فعلا انا لسه صاحي من النوم. اوكي عملنا البوابة حلو، معايا فلنت معايا اي شيء. محتاج كم ازازة، خليني اشوف القرويين هل اقدر اعملها حاليا. ايرون فارم، ايوه اقدر. تصدقوا يا جماعة محتاج بس 6 ازازات اللي هما زي الفريم كده. باكيت لافا، ستون، حبتين ايرون. معايا ايرون صح؟ معايا ايرون. وعلى طول نعمل الايرون فارم ونشوف كده ازاي هتشتغل. لنا اتوقعوا في حاجة ناقصة فيها، ممكن لازم احط قروي ولا حاجة. واحنا جبنا قرويين معانا طبعا هنا في الصندوق، معانا 5 قرويين. طبعا يا جماعة بحتاج اني اعمل البريدر كمان. هذه سرير وحبتين ايرون وخشب، اوكي نفس الشكل بس فرق سرير. لان يا جماعه محتاج البريدر برضك عشان اقدر اعمل قرويين زياده، انت قرويين اكتر عشان اقدر. بس محتاج الفارمر عشان اقدر اعمل جزر، انتج جزر واخليهم ياكلوا ويتنضجوا. بس معايا جزر انا صح؟ هل معايا جزر؟ معايا الحمد لله، الامور طيبه. خليني اشيل هنا، احط لي الستون. يلا يلا بسم الله نشوف يا جماعه. نايس بريدر يا جماعه. عفوا بريدر مين؟ ايرون فارم. طبعا يا جماعه بصوا بتحطها زي كده تمام، وبعدين تروح جايب قروي اذا ما خاب ظني وتحط القروي جواها. خلاص كده يا جماعه الايرون فارم اشتغل. كده الحين هيبقى كل شويه يطلع كده جولم ويبتدي يموت ويجي هنا ايرون. وكده خلاص يا جماعه انا كده مش محتاج اني اروح اجيب ايرون ثاني ولا من اي مكان. خلاص انا كده اموري زي الفل. خلصت بوابه صح النذر، خلينا نفتح. نايس فتحنا، خلينا ندخل بسم الله. اوكي وين مكاننا حاليا؟ حلو في قلعه تحت هنا، بس انا حاليا محتاج اللي هو الجلوستون. طبعا جبت جلوستون بكمية والله. يلا حاليا نرجع، خلاص جبت اللي انا ابغاه. الريدستون هو اللي باقي بس. خليني ممكن اروح اجيب ريدستون مع اتوقع لافا. لا مو لافا، ريدستون مع اوبسيديان اذا ما خاب ظني. اوه ويستون حلو والله يا جماعة. الويستون دي والله رهيبة يا جماعة. كده اقدر ارجع البيت بسرعة، ما احتاج اني لسه اروح وارجع وادخل واسوي. لا خلاص كده البيت على طول سريع سريع. حلو حلو، يعني بقى معانا كمان حتى طريق للرجعة سريع سريع. اوكي في كيف هناك اتوقع، خلينا ندخل. بسم الله. السلام عليكم يا جماعة، انا جاي اسلم بس. ايه كان ده؟ يهجم؟ ما يهجم، ما لناش دعوة، مش هضربه صراحة. والله يهجم. اها الله الله، ده عصبي عصبي يا ابن اللذينة. يا اخي موت 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 يا ابن اللذينة، اقسم بالله بيدي كفوف. اوه ماي جاد. انا اقول لك المعصب يا اهل، وربي عصب على طول كده على راسي، اقسم بالله استهبال. يا جماعه اقسم لك كائنات عنيفه ليه كده. اوكي الصوت ده يما. شباب شباب صلوا على النبي يا شباب، مش شايف. اوكي الكهف ضيق شوي يا حبيبي، ابعد ابعد ابعد. يلا يلا بس يلا 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 روح هوهو حته تانية. العب يا الفحم، والله في فحم كثير. لا في سبونر شكله تحت. والله في سبونر. والله نايس في سبونر زومبي هنا. لا والله مش سبونر زومبي. اقتله اقتله بسرعة قبل ما اوه الله، والله بضربة شالني. اوه ماي جاد، لا اله الا الله. ازاي وانا لابس دروع شالني ازاي؟ اوه يا جماعة عرفت ازاي افتح مود التحول. في هنا زرار اهو، هل اقدر افتح على طائر؟ شوفوا. بقيت طائر. ايه ما يطير ازاي يا حبيبي؟ طير انا اخذ وات. غراب ما يطير. طب بطة، لقيت شوف البطة. انا فرخ. دي والله حلو اني اكتشفت مود التحول. طب جوست مفروض اطير يا اخي. يا اخي ما بيطيروش ازاي يا جماعة؟ مفروض اطير، انا شبح يا اخي. طير يا اخي. كان يطير عليا بس عشان يقتلني. طب انت طائر يا اخي بالله طير يا اخي. يا جماعة ما يطيروا، ربي ما منهم فايدة يا جماعة. جبت طيور على الفاضي. يا جماعة فتحت موت في يا جماعة اقسم بالله ما اعرفش بطلع الحاجات دي من فين. فتحت موت في طائي. طوائي. بليز بليز. يا
يا جماعة هيلو يا اخي، ايه ده؟ اوكي يا جماعة عدنا للمرة الأخيرة، بس شكلي ذبحته يا جماعة في آخر مرة ولا شيء. اوه شوفوا اعطاني ايه، بروتكشن في اي، والله اعطاني دروع كثيرة. بس خلينا نشوف اللوت هنا. خلينا نرتب الصندوق. هات الجولدن ابل، ارمي الزومبي. انا جاي عشان ادري يا جماعه، ادري ريدستون، بس معلش يا جماعه والله المواد رهيبه. نايس يا جماعه خلصت. شوف يا جماعه الكهف باين ان في دخله للكهف هنا، فبعمل ايه؟ بحط الويستون هذه بسميها كيف، تمام، وبروح منها للبيت خلاص. شوفوا زي كده كده خلاص رجعت على البيت على طول، ما احتاج اعمل اي حاجه. خلينا يا جماعه حاليا نبتدي بقى نعمل اللي هي الطاوله على السريع. طب معايا الجولستون، وين حبه دايموند ده؟ والله بدأ يطلع ايرون. شوفوا 6 حبات ايرون، نايس. زي ما شايفين يا جماعه هو كده يبقى شغال، يطلع في ايرون في ايرون في ايرون، يعبي لي هنا ستاكات ايرون. وممكن يا جماعه اعمل له هوبر وشيست، خلاص يعني صندوق ضخم يفضل يعبي فيه ستاكات ايرون، ما احتاج ايرون مره ثانيه خلاص. ممكن حتى اعمل 2 من هذا 3، اطلع ايرون بالهبل، ما احتاج ايرون. بس هو مشكلتي بس في الفحم بعدين. وبسم الله الطاولة أخيرا. هذه هي يا جماعة، هذه هي أهم طاولة. طبعا دي هاي يا جماعة دي أقدر أسويها برضك، بس محتاج طبعا اللي هي هذه تبقى في إيدي زي كده. بس شايفين الكرافتنج هتبقى زي كده، بس خلاص عادي. أهم شيء نحط فيها الأشياء. شوفوا أقدر أحط فيها الريزستون. هنا الطاقة زي ما شايفين. شوفوا جولدن أبل لو حطيت فيها أعطتني 18000. حبتين ايرون يقول لك ليرن تتعلمها. مثلا جولستون، فحم، خشب. هذه اقدر احطها حتى اتعلمها. شيلد لو ابغى اصنع شيلد، بصوا تصنع اقدر اشت شيلد. شوفوا بلوكات كراين، كل شيء حرفيا يا جماعه اقدر احط كل اللي ابغاه حرفيا. ازاز، شموع، نيم تاج، كل شيء يا جماعه حرفيا اقدر احط كل اللي انا ابغاه. شوفوا بايرون، هذا ما احطه طبعا لانه بتشيل التطويرات. فزي ما شايفين يا جماعه المود رهيب لي. حتى باكت لاف اقدر احط، باكت ماي اقدر احط واخد. شوفوا الولاعه، بلوكات، حتى الاكل اقدر احطه. يعني تخيلوا كل شيء. يعني شوف حتى لو كتبت ميت او مثلا شو اسمه ده اقدر اقلب هنا صح. شوفوا اللي هي الستيك، خلاص اقدر اجيب ستاك ستيك مثلا. شوفوا ستاك، مع ان كان معي ستيكه بس اقدر اجيب ستاك. حتى الايرون اقدر احطه. وين الايرون؟ اللابس، كل شيء هنا موجود اقدر احطه جوا هنا. خلاص الطاوله تتعلموا. يعني حرفيا يا جماعه ما احتاج اني اروح اجمع اسوي، خلاص شوفوا حطيت كل مواردي. اقدر شوفوا اطلع 25 حبه ايميرالد حرفيا كده ايزي. بس طبعا زي ما شايفين انا حطيت 6 ولا 4 حبات طلع لي 25 حبه. فيا جماعه ده يوريكم ان الطاوله دي يا جماعه قويه جدا. اقدر شوفوا احط الدايموند حتى احطه جوا. شوف اقدر اخد دايموند. شوفوا كان معي كام؟ كان معي حرفيا اتوقع كان معي حبتين. دي خليني اشوف كده اقدر اطلع قديش. 52 حبة دايموند يا جماعة، طلعت تقريبا في حدود الستاك. يا ساتر يا جماعة. يعني تخيلوا ابدا بس الطاولة هذه حرفيا افضل احط فيها طاقة وخلاص كده للابد. حتى هذا الدرع اقدر احطه مثلا لو ما ابغاه، شوفوا يزود لي طاقة. يعني يا جماعة حرفيا بس بحط الحاجات لو انا مثلا عاوز ليها طاقة، بس اني احط طاقة في الاشياء. يعني شوفوا هنا مثلا بلوكة الجولد ب 18000، حط طاقة. يعني تخيلوا يا جماعة حاليا انا ما احتاج شيء. ممكن حتى احط الايرون، ما احتاج اللي هو الايرون فارم، الجولد، كل شيء حرفيا يا جماعة ابغى احطه اقدر احطه. يعني حتى شوفوا الجولدن كاروت. فصراحة لا يا جماعة والله يا جماعة الطاولة دي هتبقى هي اصلا الكنز بالنسبة لنا. ليه يا جماعة؟ لان فيها كل حاجة، كل ما لذ وطاب من اشياء اقدر احطها يا جماعة فيها. شوفوا كل حاجة، ما في شيء ما اقدر احطه. بعض الاشياء بس اللي ما مثلا ما اقدر احطها، لكن كل شيء حرفيا في طاقة. يعني شوفوا هذه تاعت الدسي، هذه تعبي لنا طاقة، هذه برضك تعبي لنا طاقة، ارانب مشوية، كل حاجة يا جماعة. والله يا جماعة الطاولة دي رهيبة. حتى يا جماعة الصناديق هذه ما احتاجها بعدين. يعني شايفين الصناديق دي حرفيا هيبقى الطاولة هذه هي تعتبر المخزن. زي ما شايفين اهو. شوفوا زي ما شايفين هنا يرسبن كده الجولم ويقعد ينحرق ويجيني الايرون. شوفوا 15 حبة الحين اقدر. شوفوا يا جماعة ستاك يا جماعة انتم متخيلين من بس شوية حاجات كده حطيتها طلعت ستاكين وشوي ايميرالد. يا الهي بدون ما حتى اجمع. خلينا نشوف الدايموندز، خلينا نشوف الداي. يا جماعة يا جماعة اوه ماي جاد. يا ساتر يا جماعة 4 ستاكات وشوية دايموند حرفيا. يا لهوي يا جماعة تخيلوا. يعني اقدر بس كده اسحب ستاك دايموند اسوي بيه دروعي. يا ساتر يا جماعة شفت الطاولة قد ايه او بي بزيادة. يا الهي. وهذه حتى تطلع ايرون، حتى اقدر اسوي فارم ايرون يا جماعة وابتدي احطه في الطاولة اعطي طاقة. الازاز الحين بقى معانا الفارمر يا جماعة. طبعا الفارمر ايش فكرتها؟ بتحط الفارمر هنا، تحط فيها قروي،
وبعدين تكون مثلا كاروت، تجيب جزرة بكل بساطة تحط له اياه كده، خلاص هيبقى بيزرع ويطلع هنا الجزر خلاص. الحين بعمل البريدر يا جماعة، سرير وحبتين وخشب، وبكده يا جماعة نكون عملنا البريدر كمان. اتوقع هنا الخشبة، هنا السرير، حبتين ايرون، نايس. هذه البريدر. طبعا يا جماعة البريدر مش هتشتغل، طبعا بتحط فيها قرويين، 2 قرويين، شوفوا زي كده. خلاص كده يا جماعة لازم نحط طبعا فيها اكل، اللي يعني اللي هو اللي تحت ده اهم حاجة عندنا، الفارمر، لانه يا جماعه هو اللي هيطلع الجزر زي ما شايفين، تفضل تنمو تنمو تنمو، بعدين كده بعد شويه هيجيب لك لا لا خدت خدت الجزر بالغلط، ما فيش مشكله. المهم يا جماعه زي ما شايفين هذه بتنمو، بعدين يقصها، يجي الجزر هنا، احط لهم هنا الجزر يبتدوا على طول ينمو. اقدر الحين يعني اوريكم دي، خليه مثلا مش هاخد ستاك او نص ستاك، باخد بس ممكن نص ستاك بس عادي. خلينا نحط مثلا هنا نص ستاك، شوفوا ابغى بس كده اشوف لو هيقدروا ان هم بنص ستاك يطلعوا اطفال ولا. خلينا نشوف. ايوه زي ما شايفين، شفتوا بنص ستاك، بربع ستاك تقريبا 16 جزر طلع بيبي فيليجر زي ما شايفين. هذا هو. لا 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 لا، هلا 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 زي ما مكتوب لك فوق يا جماعه. اقفل الباب بس شلال. اي ولد ولد، دخل ينام مكان سريري المهم يا جماعة الخير، اتوقع انكم وصلت مقطعنا، اتمنى يكون المقطع عجبكم. صراحة زي ما شايفين المود مليان حاجات كتيرة واشياء كده غريبة اقسم بالله، اول مرة اشوفها صراحة، وهو ده اللي محمسني صراحة جدا على المود. حتى الطاولة هذه والله تعتبر من اهم الاشياء اللي موجودة في المود والله، لان زي ما شايفين فيها كل انواع الاشياء اللي انا ابغاها. جام باودر، ابغى استكات اقدر اشوف اعبي استكات جام باودر، ما احتاج فارم جام باودر. فيا جماعة حرفيا يعتبر المود مليان اشياء رهيبة. طبعا انت قوم بس يا حبيبي خلينا ننام، شيء تبص لي كده، يلا قوم بس من على السرير. طبعا يا جماعه انا حاطه حاليا عشان يكبر، لان زي ما شايفين في ثواني عشان يكبر. بس طبعا في الانكيوبيتر هذه اللي هي وين، هذه هي انكيوبيتر، فينها؟ هذه هي اللي تكبرهم اسرع يعني. وين راح الاخ ولد؟ خلينا اخليه معايا حاليا. وين راح؟ خلينا اخليه معايا حاليا، بعدين بكبره ان شاء الله. المهم يا جماعه الخير زي ما قلت، اتمنى يكون فعلا المقطع عجبكم، واتمنى تكون فعلا السلسله متحمسين عليها زي ما انا متحمس صراحه. انا صراحه استمتعت جدا بالسلسله لحد دلوقتي، اتمنى تكونوا انتم مستمتعين جدا. وان شاء الله يا جماعه صح، خلف كواليس قبل ما اختم يعني، خلف كواليس ان شاء الله بعمل بث. طبعا هلعب خلف كواليس، ممكن ابني البيت، ممكن اظبط حاجات خلف كواليس. فطبعا يا جماعه رابط منصه كليك تحت في الوصف. اتمنى فعلا تخشوا البث ونستمتع مع بعض. وبس مش بس يا جماعه هنلعب ماينكرافت، ان شاء الله هنلعب العاب كتيره مع بعض في البث المباشر. فاتمنى تشرفوني جوه في البث ونستمتع مع بعض، ونشوف الالعاب اللي انتم حابينها. حتى يا جماعه لو حابين تلعبوا العاب من اختياركم، اكتبوا لي تحت عادي في البث، بنغير الالعاب ونستمتع مع بعض ان شاء الله. وبس يا جماعه زي ما قلت، لايك واشتراك، واشوفكم ان شاء الله في المقاطع القادمه، ومع السلامه.